ايه ده يا حبيبي؟ وقف العربيه، وقف العربيه. ايه البنت دي؟ إيه البنت اللي واقفه لوحدها في الشارع دي؟ ايه ده؟ ايه يا حبيبتي اللي موقفك هنا في الشارع كده؟ ده احنا الفجر يا حبيبتي، ايه اللي موقفك لوحدك كده في الشارع؟ اتخانقت مع بابايا وسبت البيت ومشيت. تسيب البيت؟ تسيب البيت ازاي يا حبيبتي في الوقت ده؟ تعالي معايا. طب تعالي معايا وانا هحل الموقف. تعالي وبعد كده تعودي ما تمشيش من البيت يا حبيبتي، مهما حصل ما تمشيش من البيت. شايفه الشوارع فاضيه ازاي؟ ايه اللي ينزلك دلوقتي بس؟ انا اتخانقت معاه وهو طردني. هو اللي طردك ولا انت اللي سبتي البيت؟ لا هو طردني. هو اللي طردك؟ أيوة. ازاي بس يطردك؟ ازاي يطردك؟ عشان اتخانقت معاه. طب يا حبيبتي حصل خير، تعالي معايا كده وانا هتصل بمامتك او باباكي واحاول احل الموقف. تعالي معايا يا حبيبتي، تعالي انت زي بنتي، تعالي معايا انت زي بنتي يا حبيبتي. تعالي يا نور، تعالي يا نور يا حبيبتي. تعالي ادخلي، مفيش حد معايا يا حبيبتي. تعالي، عمو بيجيب العشاء وزمانه جاي. اقعدي يا حبيبتي، اقعدي يا قلبي كده اهو. حد يمشي كده في نص الليل كده يا حبيبتي ويسيب بيته وينزل كده؟ هو اللي طردني. مهما حصل يا حبيبتي ما تنزليش في نص الليل كده. مامتك كانت فين وقت ما نزلتي؟ كانت موجودة عادي. يا حبيبتي وسابتك تمشي كده؟ ايوه. وليه باباكي طردك؟ انا مش مصدقه ان في اب يعمل كده. لا هو مش بابايا، هو جوز مامتي. جوز مامتك ده برضو مش معناه انه لما يتخانق معاكي يطردك من البيت. هو كان بيعاملني حلو في الاول وبيحبني. بعد كده مش عارفه ايه اللي حصل، حسيته مش طايقني وبيكرهني. ولما مشيتي بقى دلوقتي مامتك عملت حاجه ولا سابتك تمشي كده عادي؟ لا سابتك؟ هي بتفضل. انا برضو قلت مفيش اب يرمي بناته كده في نص الليل كده. طب ماشي يا حبيبتي، انا هكلمها واشوف ظروفها ايه واشوف هي عملت كده ليه وليه ساكته للراجل ده على اللي هو بيعمله ده معاكي. حاولي يا حبيبتي تنامي دلوقتي، انت شكلك تعبان جدا. نامي هنا يا حبيبتي، نامي، وانا ان شاء الله بكره باذن الله هشوف حل في الموضوع ده. هصحيكي كمان شويه. نامي يا حبيبتي، نامي. انا ان شاء الله شويه كده وهصحيكي تاكلي وهكلم مامتك واشوف حل في الموضوع ده. نامي يا حبيبتي، نامي يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألو، مامة نور معايا؟ أهلا بيكي. أنا عايزة أطمنك إن نور معايا. أنا كنت ماشية بالعربية ولقيتها أنا وجوزي في الوقت ده واقفة على الكورنيش لوحدها والشوارع فاضية. ازاي يجيلك قلب تسيبي بنتك في الساعة دي تنزل من البيت وما تجريش وراها؟ ازاي تسيبي بنتك في سن خطر زي ده تمشي لوحدها في الشارع وتنزل وهي غضبانة وتسيبيها ويجيلك قلب لكده؟ ازاي؟ انا عرفت منها ان هو جوز امها مش ابوها. ازاي تقبلي انه يعمل فيها كده؟ لا احمدي ربنا ان ما جرالهاش حاجة، الحمد لله ربنا ستر. هي نايمة دلوقتي شوية من الارهاق والتعب والعياط طول الليل. انا اللي مستغرباه انك ازاي تسيبي راجل غريب يتحكم في البنت وهو ملوش ادنى مسؤوليه عليها وانت واقفه سلبيه. ازاي؟ لو انت مش قادره تربي بنتك وتحافظي عليها اديها لباباها، انما ما تسيبيش راجل غريب يتحكم فيها بالشكل ده ويسيطر عليها بالشكل ده. يا اما تختاري بنتك وما تتجوزيش خالص. ولازم تفهمي ان ولادنا هم اساسنا واصولنا واولوياتنا، احنا مسؤولين عليهم، فرض علينا نربيهم مش فضل مننا. ازاي ترميها كده؟ ازاي تضحي بيها بالسهوله دي؟ انا عارفه انه بصي مفيش حاجه اسمها، انا عارفه انه غصب عنك، بس مفيش مبرر انك تفضلي راجل غريب على بنتك اللي حته منك وفي سن خطر زي ده. بصي جوز الام عمره ما يبقى اب، افهميها كده. جوز الام عمره ما بيبقى اب، انت اللي امها وانت اللي تخافي عليها. لا يا حبيبه قلبي، انا مقدره اللي انت فيه، انا عارفه انك بتحبيها، البنت بتحبك جدا، بس مش عايزه ترجع معاكي طول ما الراجل ده موجود في البيت. قررتوا تطلقوا، ده قرار نهائي. عموما انا مبسوطه قوي انك قررتي القرار ده. مش دايما الطلاق بيبقى حاجه وحشه، احيانا كتيره جدا بيبقى مكسب لينا ولاولادنا. في الحاله اللي زي حالتك دي بيبقى مكسب كبير ليكي ولبنتك. ده هي تفرح جدا انك قررتي كده. اهم حاجه تكوني مبسوطه بالقرار ده يا حبيبتي. بتمنى لك كل خير. لا اطمني، هي نايمه دلوقتي منتظراكي. حاضر. لا والله هبعت لك اللوكيشن وهتيجي على طول بقى. انا يعتبر جنبك، انا جنبك، ما بعدتش كتير عن البيت. حاضر، منتظراكي يا حبيبتي، وربنا يقويكي على اللي انت فيه باذن الله. باي باي، باي باي، مع السلامه. نور اصحي يا حبيبتي،
اصحي اصحي يا حبيبتي، ماما زمانها جايه، ماما جايه في الطريق يا حبيبتي، جايه تاخدك. ماما جايه ليه؟ جايه عشان تاخدك يا لا حبيبتي. انا استحاله ارجع البيت ده تاني. لا ما هي مش هتاخدك عنده خلاص، هي قالت لي انا حسيت بغلطتي واتكلمت معاه ولازم هنتطلق علشان انا اخترت بنتي. بجد؟ يعني والله. احنا مش هنروح له تاني؟ لا يا حبيبتي، هي اختارت ان هي تسيبه وتعيش معاكي على طول، وقالت لي بنتي هي اولوياتي وبنتي هي حبي واساسي، وعمري ما هرجع للراجل ده تاني، ومش هختار اي راجل تاني عشان بنتي هي الاساس في حياتي. انا بحبك قوي يا طنط وبحب ماما قوي. هي كمان بتحبك يا حبيبتي واختارتك انت وفضلتك على كل رجاله العالم. شكرا يا طنط. يا حبيبتي هي زمانها جايه دلوقتي وفرحانه قوي، بعت لها اللوكيشن جايه على طول يا حبيبتي.